طب والله العظيم أنا محظوظ. يعني أنا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي حد زيك. مين كده في جمالك ودلالك وحلاوتك وجدعنتك وأخلاقك؟ والله يا جدعنتك السنين اللي فاتت معايا كلها دي ما تتقدرش بمال الدنيا والله. أنا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ست زيك ولا تاخد مكانك في قلبي. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. أنا بحبك أوي، ما أقدرش أعيش من غيرك. خلاص كده جيتي؟ مش عارفة بصراحة أقولك نورت البيت ولا خربت البيت. بيت ايه؟ انا ما خربتش بيوت. انا جايه هنا على سنه الله ورسوله، واظن ده كفايه قوي عشان تتقبلي فكره وجودي. أتقبل فكرة وجودك؟ إزاي؟ جاية مملكتي أنا، بيتي وجوزي وولادي، وعايزين أتقبل وجودك؟ إزاي كده؟ إزاي؟ انا شايفه انك مكبره الموضوع قوي زياده عن اللزوم. هو راجل لما يلاقي واحده ويحبها ويحس انها هتعوضه عن كل حاجه يبقى اجرم؟ لا بالعكس، احنا ما عملناش حاجه لا عيب ولا حرام. احنا اتجوزنا على سنه الله ورسوله، وجوزك دلوقتي بقى هو جوزي، وولادك هم ولادي، ما تقلقيش عليهم. وخدي بالك، مع الوقت هيتقبلوا فكره وجودي وان انا مامتهم التانيه. مامتهم إيه؟ أنت عارفة أنت بتقول أنت عبيطة؟ أنت مجنونة؟ يعني إيه مامتهم ويتقبلوا فكرة وجودي؟ وإيه العبط ده؟ أنت اللي جرحتي أمهم، أنت اللي جيتي عليها وخربتي بيتها. إزاي كده؟ ازاي ما بتحسيش كده؟ ازاي طماعه وانانيه وبتاخدي حاجه مش بتاعتك كده؟ بقول لك ايه، بلاش تقولي كلام تندمي عليه. انا لو هسكت دلوقتي مش هسكت بعد كده. وبعدين انت بتكلميني انا ليه؟ ما تروحي تقولي لي الكلام ده. هو انا لا عملت حاجه غلط ولا حرام، انا اتجوزت. هو انت ما بتحسيش؟ طب انت لو حطيتي نفسك مكاني وجوزك اتجوز عليكي وده هيحصل، لان اللي يتجوز التانية يتجوز التالتة والرابعة كمان. بس انا عايزه اسالك سؤال واحد، لو انت مكاني هتحسي بايه؟ عادي، ما كنتش هعمل حاجه. الشرع محلل له مثنى وثلاث ورباع. يعني لا من حقك ولا من حقي اننا نتدخل في شرع ربنا طالما ربنا محلله. دي حاجه مش بتاعتي ولا بتاعتك، ولا من حقنا نتكلم عشان احساس مزيف انت حاساه. شوفي انت بقى قصرتي معاه في ايه، عشان كده راح يتجوز عليكي واحده تانية. مزيف؟ احساس وجع قلبي وكسرة نفسي ده مزيف؟ هقول ايه؟ ما انت واحده ما بتحسيش. وعلى فكره، ردا بس على كلامك، انا مش مقصره، ما قصرتش مع جوزي عشان يجيب واحده زيك. انا ما قصرتش وما عملتش حاجه عشان اتوجع واتكسر كده، عشان احس ان انا عندي نقص، مع ان انا كنت شايفه ان انا ما عنديش حاجه. اولا هو جوزي زي ما هو جوزك. ثانيا ايه علاقه كرامتك واحساسك بالنقص في كل اللي انا بقوله ده؟ انت حساسه قوي على فكره. انا شايفه ان انت محتاجه ان انت تثقي في نفسك شويه. لا، انا واثقه من نفسي قوي على فكره، وشايفه نفسي حلوه جدا وجميله واستاهل على فكره. بس عارفه امتى؟ قبل ما تدخلي البيت ده، قبل ما اعرف ان في واحده تانية لفتت عين جوزي وخطفته مني. والله كنت شايفه نفسي حلوه قوي والله، لحد ما انت جيتي هنا وخربتي بيتنا وشاركتيني كل حاجه. وهو اللي حصل حصل وبقى امر واقع، ولازم تتعودي عليه. واحنا ما عملناش حاجه غير اننا طبقنا شرع ربنا، ومع الوقت يا حبيبتي هتتعودي وهتتاقلمي على الوضع. هو شرع ربنا بقى بيقول ان انا اتوجع واتكسر، ولا شرع ربنا بيقول ان انا اتاقلم بقى على وجود واحده تانية بتشاركني جوزي؟ ما اعتقدش ان شرع ربنا يقبل بكسرتي خالص على فكره. بقول لك ايه، انا مضطره ان انا اسيبك دلوقتي واجي لك وقت تاني كده لحد ما تكوني هديتي. انت مش قادره تفهمي ان الزوجه التانية والتالتة والرابعه زيهم زي الاولى بالظبط، وان ده حلال وشرع ربنا. سلام. عايز اقول لك ان انا بحبك قوي.
والله العظيم بحبك قوي، وهفضل احبك لاخر يوم في عمري. عارفه ليه؟ عشان قلبي ده مش ملكي، ده ملكك انت. انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك.